طيب خلال المدة دي، عشان يعني احنا عايزين احنا حكينا دلوقتي القصة بشكل كبير. فخلال المدة دي مصطفى آه، ما حسش ان هو انطفى، لان هو الناس بتفتكر ان هو آه، الناس شعلة امل ماشية يعني. فاهم قصدي؟ فهو ما جاتش مرة واحدة كده اللي هو كفاية اتس انف انا تعبت. هي بُص، بصراحة الحق يتقال آآ ممكن مؤخرًا إن هو بالنسبة ل كإيه برضه ممكن تشرح السؤال أكتر، اللي هو تعبت من إيه بالضبط اللي هو انا كمصطفى انا تعبت، انا مش قادر، محتاج اخد بوز، محتاج افصل، محتاج اسيب المجال ده يعني اوقات يعني لأ كفكر. في فرق بين إن أنا آخد break ما هو انا بقول لك أpause انت انهي حالة وبعدها جالك resume. فاهم قصدي؟ بُص، هو أي حاجة في field creative عامةً، مم. أنت بييجي لك ساعات burnout خلاص كده، وكان Joe بيتفهم البتاع ده جدًا، جدًا، جدًا. مم. معلش يا جو أنا جادد، أنا مقفول، مم. ممكن break مثلًا أسبوع، مثلًا break يومين، break مش تيجي حرفيًا تيجي هنا تغيّر جو مع الشباب مم. وما تلمسش الكمبيوتر، يعني ما تeditش، مم. خلاص ماشي مش عارف إيه، فاهم؟ دي كان بالنسبة لي الpauses. مم. وبصراحة بالاقي نفسي بعد تاني يوم، اللي هو أنت خلاص أنت ما فيش stress عليك خالص، أنت مع إن ما كانش بيكون في stress بس أنا زهقت، أنا خلاص انا أنا قاعد واقف. قدام تايم لاين وعمال اقصقص واعمل بالضبط، أنا باقول لأ زهقت، فاللي هو لأ آخُد يوم من غير stress مثلًا، فخلاص بيكون كافي إن هو يعمل لي refill لباقي الدنيا. مم. إنّما ممكن مؤخرًا فاهم، أنت برضه الواحد فاهم، أنت الواحد برضه في سِن اللي هو يجمّع فلوس ويشتغل كتير ومش عارف إيه وبتاع، فاللي هو الواحد حاسس إنه بيجري بقى، مم. اللي هو يعني الواحد بيوصل وبعدين؟ طيب ما أيًا هو كان. بس الواحد الحمد لله الحمد لله الواحد ربنا أنعم عليّا بحاجات كتير عمري ما كنت أتخيّل بيها، باقول لك شغلانة باحبها، في لعبة باحبها، مع community باحبه، مع شركة أنا عمري ما كنت أحلم إن أنا أشتغل معاها، مم. فاهم؟ مم. يعني اللي هو يعني أي حاجة تبع رايت بالاقي نفسي داخل فيها، فاللي هو دي حاجة بالنسبة لي كانت كبيرة فشخ. مم. ولحد دلوقتي الصراحة أنا still بافرح لمّا فيديو حاجة أنا عاملها تنزل على الRiot Official فاللي هو ايوه اكيد. هي إمم، نقله برضه. هو بص يعني هي نقله كلاميا دلوقتي قلتها سهله، لكن هي نقله في مجال عمل، ونقله في الشغف بتاعك، في كل ونقله حاجة في آه، السكيلز بتاعتك، لان انت دلوقتي بقى في حد فعلا فاهم ودارس وشغال بيراجع وراك شغل. دي بالضبط، نقطه باقول كبيره لك جدا. ولأ وكل حاجة اللي هو بحساب بقى، أنت حرفيًا أنت دخلت في شغل الشركات، مم. أنت ما فيش مثلًا 2 والّا أنت حرفيًا العالم كله دلوقتي. مم. مم. اللي حسسني بكده برضه شغل الLPL لمّا اشتغلت في الدوري الصيني. ايوه. ايوه انت دخلت في ال حته تاني خالص بقى بالضبط، اللي هو أنت دلوقتي أنت حرفيًا الpeak editors بتوع الleague هنا. مم. مم. أنت الناس يعني أنا فيديوهات الLPL دي أنا كنت باخش أشوفها آخد منها أفكار، دلوقتي أنا بقيت باحط أفكار كده ظبط أوائل وداني بقى. هناك. ظبط يا باشا بقى. ايوه. اوكي. آآ حسيت برضه باقول لك هناك الدنيا كويسة وفي نفس الوقت مش كويسة، اللي هو كان في الLPL. م. الArabian League ابتدى بصراحة سِبتهم، مهم. وحاليًا أهو شغال في الArabian League وValorant Arabia اوكي ماشي. مع Vanguard يعني، اللي هم يزعلوا مع دول. Vanguard ال ما لا انا ما. بالضبط. عشان ما هم tournament organizers بس م. تبع رايت. اوكي. طيب في حاجة انت حابب تتكلم عنها في حتة يعني عايزين نصيحة لما انت بنت اوت خلاص، بتعمل ايه، او يعني بتموف اون من لو الموضوع لقيت ده نصيحة ازاي؟ يا صاحبي ساعدني. حلو قوي الكلام ده. يعني مفيش اي منفعة من هذا الموضوع. أصل أنا حرفيًا بامسك أهو الدراع أهو فين والله كنت ماسكه من شوية.
بامسك الدراع أهو. وبتقعد تلعب. والله خلاص هي دي بالنسبة لي ما فيش حاجة تانية. طيب أصلًا ما باحبش أنزل أخرج ولا مش عارف إيه، فاهم؟ بيتوتي بيتوتي يعني. ما باحبش بجد مش أنا. اوكي، طب هل هو موضوع برضو عشان اصل بص الناس اللي بتخش دلوقتي او الشباب الصغيره اللي بتخش دلوقتي في موضوع المونتاج او الفيديو اديتنج، هو بالنسبه لهم كبدايه هو مش زيك. يعني هو لو مثلا قام جاي له 200 $300 هو ممكن ما يشتغلش مده شهرين ثلاثه ولا حاجه، فاهم قصدي؟ ده ليه ما انا هقول مثلًا؟ لك ليه. لان هو بيحس ان هو خلاص انا يعني هو انا جبت فلوس، لان انا بحسهم قوي انا جبت فلوس، طبعا ده مش كله ولكن المعظم اللي انا بشوفه انا جبت شويه فلوس ما حدش جابها في سني، فانا عايز اريح شويه. او انا جبت فلوس حسيت ان انا فل معايا فلوس فانا بصرف. أنا بالنسبة لي إن أنا الفلوس كانت بتيجي تتصرف في نفس اللحظة. أنا مهم. ما ابتديتش أحوّش غير وأنا في تالتة كلية. مهم. اوكي. فكوني إن أنا اعتمدت على نفسي اعتماد كلّي، ده بالنسبة لي اللي هو ما بقيتش آخُد قرش، فاللي هو غصبٍ عني كنت باحاول أشتغل زيادة بقى، فاهم؟ يعني it's up to responsibility، يعني خلاص بقت بالضبط. مسؤوليه. يب. فهو ده دافع يعني ان هو مخليك مكمل برضو، او ان هو ايه مفيش يعني احنا يعني هو مجال كرياتيفيتي وكل حاجه وعادي بيرن اوت، بس مش هينفع مش هينفع نقعد. اللي هو يالّا ورانا أقساط. اه اوكي. طيب في الكارير اللي انت او في الوقت ده كله محتاج نصيحه حد هيبدأ، حد ميد ليفل، حد عاوز يوصل لبروفيشنال الفيلد بروفيشنال فيلد. خلاص انا خلصت السؤال. هو على حسب الprofessional field إيه بالضبط. يعني أنا بالنسبة لي مثلًا الprofessional field دلوقتي مثلًا الناس اللي في مصر مثلًا، أنت عندك الشركات tournament organizers مهم. زي BME مثلًا وGamers لو مش عارف hardware ومش عارف إيه وبتاع. مم. الناس دول أنت كنت شغال فين قبل كده عشان تاخدك؟ فاللي مهم. هو هتضطر تقول لهم هم ناس كلّهم gaming، طب أنت عايز تخش الحتّة دي هتخشها منين؟ من الstreamers. مهم. فأنت كده برضه ما شغل الstreamers مش شغل professional. وفي نفس الوقت شغل professional إزاي؟ تعالَ كده أورّيك مثلًا فيديو احنا ممكن لواحد لسه هقول لك على حاجه ممكن نبدا نصيحه لحد هيبدا، وبعد كده يعني انت اعمل له اسمه ايه ما الطريق. تتوقعش إنك هتجيب $100 من أول يوم. انا بالراحه بالراحه بالراحه. انا عايزك، عارف ان انت في حاجات عاوز تقولها في الموضوع ده، فانا عايزك اديك فرصتك. اديني اسمه ايه رود ماب. لو انا هبدا مثلا في مجال الجيمنج ماشي، لحد ما اوصل للعتبه بتاعت ان انا اشتغل مع شركه بروفيشنال في الجيمنج برضو عادي. ما أعرفش. لا هتقدر. بالنسبة لي مثلًا أنا لو هارجع زمان برضه أنا كنت هاعمل نفس اللي أنا عملته، اللي هو أشتغل مع الstreamers أحاول أثبت نفسي. أحاول أقلد الشغل اللي بيعملوه. يعني أنا أشوف عرب أردوغان مثلًا بتعمل motions مش عارف إيه، أشوف gamers lounge بتمنتج إزاي. مهم. فاللي هو حاجة مثلًا شبه الworlds مثلًا اللي هو اللقطات بتاعة الcrowd وبتاع، يعني gamers lounge بيمنتجوا حاجات شبه كده، فهاحاول أقلد الحاجات دي. مهم. طيب عشان بالراحه. الCV بتاعي مم. أهم حاجة يكون الCV بتاعي فيه حاجة أقدّمها، أنا عملت حاجة، طيب مش لازم دلوقتي لclient. واحده واحده. اول حاجه ازاي اشتغل مع ستريمرز، ما دي نقطه برضو لازم. بُص، المصريين عامةً ويمكن يمكن 70%. يعني أنا بجد حاليًا أنا حاسس تلات أرباع الstreamers محتاجين video editors. طيب بجد ايه والله. يخليني اشتغل معاه برضو، عشان الموضوع ده فيه نقطه. في حاجة ممكن تر ت ت مش هاقول لك اسمها إيه، مهم. هتضحي بحاجة، بس في نفس الوقت أنت هتrisk بيها. كأنك دلوقتي مش أنا دلوقتي هاروح لLL Stylish مثلًا وعايز أشتغل معاه. إيه اللي اوكي. هيخلّيني LL Stylish ده يشغّلني؟ والله LL Stylish أنا اشتغلت مع Professor أكاني ومع كذا وده مهم. فيديو. تمام. طب ماشي، الأحسن إيه مثلًا لو أنا عايز أشتغل مع LL Stylish أخش على stream لLL Stylish لاعب game حلو بزد، مهم. أمنتج الجيم ده
بالstyle بتاعه أو بستايلي أو بأيًا كان بالstyle، والله إلا الstyle عشان عملتش لك ده وبعد إذنك شوفه مش عارف إيه. اهم، ده بالنسبة له أنت مش هاقول لك كmarketing ومش عارف إيه وبتاع، اللي هو في لقطة اللي هو أنت عندك في فيلم The Wolf of Wall Street أمّا قال إمم، لك حاول تحسسني إن أنا محتاج القلم ده عشان أشتريه. اهم، فإن أنت لمّا تشوف الفيديو ده اتمنتج بنفس الطريقة بنفس الطريقة اللي اتمنتجت بيها فيديوهاتك بتاع أو بطريقة أحسن، اهم، افرض يا عم فيديوهاته وحشة على اليوتيوب وأنت حاولت تحسنها، إذًا أنت محتاج الstyle ده، أنت محتاج ده، طب خلاص يا عم تعالَ اشتغل أدّيك $50 في الفيديو، أدّيك 100 أدّيك 200 حسب بقى ساعتها، اهم، اهم، بس at least هيشوفني إن أنا عملت effort له. الحركة دي وحشة وحلوة، حلوة في إنك الstreamer ذات نفسه هي اللي هو إيه فاهم، هياخد باله منّك، أوكي. ووحشة إنّك مش ضامن. ووحشة إن أنت حطيت effort ما برضه لإن هُم برضه بيبقوا متخيّلين إن هو حَط effort مع واحد بس، يعني هو متخيّل إن التجربة دي أو الsequence اللي أنت بتحكي فيه لأ، ده لا، لا، هيتعمل لأ، مع ده واحد بس. هيبقى كذا streamer لأ، آه، هيبقوا مثلًا 6، 7 streamers فimagine نفس ال6، 7 سيناريوهات هتحصل، إمم، إمم، فلأ إمم، رخمة، رخمة أوي. إمم، 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 أوكي. طيب أنا اشتغلت مع scene من الناس ماشي، آآ وماذا بعد؟ أصل برضه في حاجة، في حد آمم مش فاهم إن الstreamer خاصةً لو هو بيشتغل مع حد مصري يعني أو في الوطن العربي at once ممكن خلاص، يعني زي ما حصل مثلًا مع نايدر، فهو خلاص هو الstreaming مش stable إن هو يعمل فيديوهات، فاهم قصدي؟ ده true، ده true. فاشتغلت مع تخلّي حد. ليك كذا stream للincome كذا حد، اهم، في streamer وقع الباقي هيعرفوا يشيلوك. اهم، اهم، دي بقى الفكرة في إنك هتover burn اللي هو هتبقى burned out إمم، إمم، حرفيًا، اللي هو أنت بقى مكنة شغالة. إمم، 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 ليه أنت بتمنتج لده ولده 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 ولده، والمفروض تتابع الcommunity عند ده وده 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 وده، إمم، وفي فيديو يتسلم لده وده وده، فأنت إمم، ليك كذا client في الحوار، اهم. مرهق، طيب مرهق بطريقة مش طبيعية. طيب معلش هو بما إننا ذكرنا الحتة دي، هنتابع الcommunity من الحاجات اللي بتخلّيك تحسّن منتجك لحد معيّن والّا لأ؟ يعني بتاخد feedback فبعد كده تimprove الcontent اللي بتقدّمه عند الشخص ده؟ بُص في حاجة الcommunity عامةً، يعني أنت عندك مثلًا الcommunity كلّه مش هيرسى على حاجة، عندك صوت مورجان، اللي هو الcaster اللي اسمه مورجان، أحمد مورجان، اهم، ما تلاقي ناس بتحبه فشخ وناس بتكرهه فشخ. أنا بالنسبة لي مثلًا أنا باحب الedits البسيطة بصراحة، اللي هو اهم، الedits إن الفيديو basic. يكون رايح كده بالضبط، على اللي هو فكرة الفيديو وأنا برضه، أنا باحس إن الناس يعني مش شكرانية فينا، بس هو أنت بتوصل لمرحلة أنا عايز حاجة تكون هي مبذول فيها جهد، بس هي هادية على العين، فاهم قصدي؟ بالضبط، آه، أنا مش عايز أشوف 60 meme إمم، 60 بتاع، مش عايز أشوف كده، أنا إمم، عايز أشوف حاجة، عايز أشوف فيديو، اهم، مش اهم، عايز أشوف editor بيshow off his skills يب شكرًا. أيوه. فأنا اللي هو أنا كنت وصلت لفين؟ هو كتب ليها إيه أحمد عشان مورجان أنت بتحب الbasic edit اللي هو يعتبر، أنا باحب الedits، في ناس بتحب الedits يا اسطى الأوفر بقى وبُص في شكل الفيديو ومش عارف إيه وبتاع. كون إن الcommunity هيساعدك بحاجة لأ، ده الحاجة اللي هتساعدك الحاجة الوحيدة فعلًا إنك تشوف أنت مثلًا بتقلد الفيديوهات الأجنبية هافضل أقول بتقلد، لإن فعلًا أصل أنت مش هتخترع حاجة جديدة، أنت ماشي، بتشوف بس أنا يعني باحس بتقلد دي برضه تقليدًا يعني، أنت مش تخترع مش تقليلًا ما والله. حدش بيcreate أنا from أول ما اشتغلت scratch. في رايت، أنا أول ما أوكي، اشتغلت في رايت، أول ما أوكي، اشتغلت في رايت، أول فيديو اشتغلت عليه رُحت دخلت رايت جيمز الأجنبية، شُفت الناس هناك بيمنتجوا إزاي، اهم. وقُمت واخد الsequence عليه عشان اشتغل على نفسه، فاهم؟ فأنت فعلًا inspiration. بالضبط حاجة شبه كده. أوكي، ماشي، فأنت الcommunity مش هيعرف يفيدك على قد ما حوار أنت هتتابع الفيديو بتاعي والله كان ممكن يتحسن هنا، ممكن يتحسن هنا، شُفت لقطة عند streamer تاني المفروض كنت أعملها هنا أحسن، مش عارف إيه. اهم، ده أنا شايف النقطة اللي ممكن ولو في واحد بقى جامد فشخ، يعني أنا عندي مثلًا واحد صاحبي ما شاء الله عليه يعني في الmotions، إمم، أنا أي حاجة باعملها motions بابقى باخد رأيه، والله يا اسطى إيه اللي هنا وبتاع، أي نعم بيرجّع من الشغل اللي باشوفه،
بس عامةً بimprove كل شوية. يب في فيدباك من حد هو فاهم، مش حد مش بالضبط، فاهم. وتكون واثق إنه فاهم، اه تكون اه اه واثق إنه فاهم. فماشي اوكي. طيب بعد خطوة ان انا اشتغلت مع ستريمر وعملت وفرت لنفسي كذا انكم عشان ما يحصلش عندي دروب، لان انا فاينانشال هبقى محتاج فلوس، فاهم قصدي؟ إمم. ف وماذا بعد؟ انا عايز ابص لقدام، الكارير بتاعي هيمشي ازاي؟ أنا كنت في الحوار ده فترة والله، يعني مهم. أنا أصلًا الحوار ده كان اللي هو ماشي وبعدين، طب عندك الcareer دلوقتي، عندك الشركات، بس الفكرة بقى في الgaming عامةً هتضطر تطلع برّه مصر. كونك اوكي. تتشاف برّه مصر دي من أصعب الحاجات بصراحة. خصوصا ان انت بادئ كونتنت عربي. streamer مصري، يب. بالضبط، وstreamer مصري ومش عارف إيه وبتاع، فاللي هو يعني مثلًا إيه اللي يخلّي شركة شبه BME بس في الإمارات تاخدك؟ مهم. والإمارات أنت عارف فيها مستوى المنافسة مش طبيعي. مهم. إيه اللي يخلّي والله شركة في السعودية شغّالة على project مثلًا EWC مثلًا تاخدك كvideo editor؟ مهم. فأنت اللي هو طَب أنت المفروض دلوقتي تطلع بقى برّه دايرة الstreamer دي، طَب إزاي؟ مهم. هي دي بقى المعضلة، اللي هو طَب حرفيًا هتعمل projects مع نَفْسك، إذا ما جالكش projects، اوكي. هي دي النقطة. مثلًا أنا النوع. اللي هو الشغل تبع Red Bull مثلًا مهم. لقيته جاي لي، بس الفكرة أي نعم الincome بتاعته مش قد كده، بس جديد عليّا. عوّدته، ليه؟ حاسس إن هو في الCV هيكون تقيل. سبحان الله إن أنا الشركة اللي أنا فيها دلوقتي Vanguard مهم. كانت السبب إن كان من ضمن الأسباب إن كان في فيديو لTU متمنتج كانوا عجبوه، مهم. اللي هو فريق TU. مهم. ريد بول. ف بالضبط. فاللي هو باقول لك هي إيه، أنت تشوف هتعرف تعمل إيه جديد تحس إن هو هيتقِّل عندك الCV أو الportfolio بتاعك. يعني انا بعيدا عن ان انا هبقى بيرند اوت في شغلي مع كذا ستريمر، هبقى أيوه، ما هو اعمل حوار الediting حاجه. مش سهل. ما انا بس عايز اوضحها، إمم. معلش. إمم. فانا كمان محتاج امبروف ماي سيلف، لان انا عايز اعمل ايه قدام. م- بالضبط. م- م. طيب، ف وصلت لان انا اشتغلت في فريق معين، تمام. الاكسبيرينس بدون اي ذكر تفاصيل ماديه، الاكسبيرينس في النيجوشيشن على السالري، لان دي الدنيا واقعه فيها قوي خالص مع الشباب. ازاي بتتم؟ هل بيجي لي انا الاوفر، ولا انا ببص بعرف في الاوفر من كذا حته؟ حاليًا مهم. الموضوع أول ما ابتديت أنا تقريبًا مهم. تاني فيديو editor اتحط في فرق في مصر بعد سوشي. يعني أنا كنت تاني فيديو editor. أنا السالري اتقال لي في أنوبيس gaming حرفيًا في أول call. اوكي. وباقول لك أنا بالنسبة لي دي كانت حاجة كويسة أوي. مصطفى اللي بعد التخرُّج لو سمع نفس الsalary ما أعتقدش إن هو هيوافق على offer أنوبيس gaming. ليه؟ لأن دلوقتي الموضوع مختلف، أنا ساعتها ما كنتش بافكّر في الفلوس. negotiations بتتم اللي هو على حسب برضه الexperience بتاعتك اشتغلت فين. يعني مع مهم. احترامي ما تكونش مثلًا اشتغلت في Fnatic وG2 وراح مثلًا لعبعال وهتطلب اللي كنت بتطلبه من G2. يعني فاهم؟ انا براعي أنت المكان اللي انا فيه، وفي نفس الوقت بالضبط، الاكسبيرينس. بتاعتك. أنت دلوقتي مع احترامي لكل الفرق، قُل مثلًا في فريق اسمه X اتعمل في مصر. اوكي. الفريق X ده أنت عارف إنه جديد، البادجت بتاعته مش قد كده ومش عارف إيه، وأنت video editor كنت شغال مثلًا مع أنوبيس ورعد وعبعال وأعلى الفرق. مهم. فتتوقع إنك أمّا تروح في فريق X هتاخد اللي أنت كنت بتاخده من أنوبيس؟ لأ. مهم. فأنت برضه تعمل حسابك في الحتّة دي. مهم. فريق رعد مثلًا، اللي هو فريق أنت already عارف إن هو well اللي هو سبونسرد. البادجت بتاعته سبونسر. بالضبط. أنت اللي هو تعمل حسابك في دي، فاللي هو أنت عارف تطلب كام. فريق أنوبيس مثلًا أنت حاسس إن هو برضه sponsored، فاللي هو خلاص أنت عارف هتطلب كام. فريق زي مثلًا أبعال مثلًا، أنت مش عارف أنت عارف إن هو مش sponsored، فما تروحش تطلب نفس اللي هتطلبه من أنوبيس. مع تمام. احترامي والله أنا ما أعرفش دنيا أبعال إيه دلوقتي، بس يب. هو كسبان هو داخل دلوقتي في الArabian League. مهم. بس باتكلم عامةً كbudget.
انت بتبص ف لكل الجوانب بكذا بتاع الموضوع. perspective. يب يب يب. آآ فريق زي G2 أنا لو هاقبض مثلًا من أبعاد 10 G2 هاقبض منهم 100 مهم. فاهم؟ ليه؟ G2 وهُم يقدروا يدفعوا ال100 يب. إنما هل مثلًا أبعاد مثلًا يقدر يدفع لي مثلًا 25، 30 ما ما أعتقدش يقدرش يب. خاصة ان كVDL انت ليه؟ يب آآ يس. مم. أنت video editor أنت مش player أنت مش Geo هنا فاهم؟ مهم. أنت video editor يقدر يستغنى عنك واعمل حسابك إنه يقدر يستغنى عنك في أي وقت. مهم. اوكي. يعني ابص الاكسبيرينس بتاعتي، ما تطلعش الحاجة اكبر مني، والخيالات الكدابة اللي بتبقى موجودة عند الشباب دي للأسف، ان هو بيخش بياخد 100,000 جنيه في الكلام، فاهمني، هو لسه بادئ. يا اسطى وفي لأ نفس الexpectations بجد بيطلّعوها للسما، يعني شُفت الحوار ده كذا مرّة، اعلى الexpectation يا جدعان والله ما بتمشي كده، والله ما بتمشي كده، لأ يعلى الexpectations بطريقة weird مم. فاهم، وكلمة weird اوكي. و في نفس الوقت هضيف انا حاجة من عندي قبل النقطة التالتة اللي انت قلتها، ان انت على حسب احتياجك. لان انت اوقات انت كفيديو اديتور عموما، خاصة لو شغال فريلانس، انت اوقات بتبقى الدنيا بايظة معاك خالص. تمام. أنت معكش فلوس تدفع باقة النت، مثلا. والله بتوصل لكده ف في اللحظة دي انت يعتبر نسبيا بترمي كل حاجة، وبتخلع كل، زي ما بيقولوا، بتخلع كل اسمها ايه دي، النياشين بتاعتك، وانت دلوقتي عايز فلوس. انت خلاص يعني، فاهمني. والحاجة التالتة اللي انت قلتها، اللي هي انت رايح لمين. تبص للنقطة دي، يقدروا يحطوا فلوس قد ايه، او يقدروا يستثمروا في الفيديو اديتور قد ايه. تمام كده. ده بجانب الexperience بتاعتك، هي يعني الاكسبيرينس. دلوقتي أنا عارف مثلًا إن أبعال هيدفع 10 مثلًا، اوكي. بس أنا الexperience بتاعتي أنا حاسس والله كأحمد مثلًا أنا حاسس إن أنا اشتغلت مع ناس كتير أوي، إن أنا مش مهم. ال10 دي مش هتكفّيني خلاص، يبقى ليه أقدّم أصلًا على video editor هناك فاهم؟ اوكي. understandable. تمام. طيب يبقى احنا كده، ده بالنسبة لموضوع السالري، وموضوع الرود ماب نسبيا، اللي هو يعمل ايه من البداية لحد ما يوصل لفريق معين. هل في خطوات معينة طيب انت حابب توضحها في النقطة دي، او في حاجة كده كريتيكال؟ بصراحة لأ، طيب هل في الصراحة لأ، بتضحك ليه؟ ما تضحكش دلوقتي كان بجد. لأ أصل فاهم كroad map أنا لو حد قال لي اعمل لي road map هي بتيجي كده، شكرًا. طيب هل في وقت معين طيب انت شايف ان هو لو هو حاول او جرب وعدى وقت معين، لا يو شود ستوب وتراي فيلد تاني، او تجرب حاجة تانية؟ بص لأ انا لإنها كلامي، بتيجي بص انا هقول لك على حاجة بكل صراحة. انا كلامي دلوقتي لحد هو داخل في الموضوع كده كده، هو حاطط في الحسبان الفلوس. احنا دلوقتي الرفاهية بتاعت انا وانت لما احنا بدأنا، لان انا بادئ في نفس الوقت بتاعك. الرفاهية بتاعت 2015 2016، انا داخل فور فن. النهارده ما مش عادتش موجودة. نافعه. فهو كده كده هو حاطط جانب الفلوس في الحسبان. ف ماشي اه you should stop لأ هتلاقي clients بالعبيط. الstreamers ما تقوليش إن ما فيش streamers يعني أنا لحد دلوقتي بييجي لي كمية streamers جداد ومش جداد ومش عارف إيه عايزين فيديوز. مهم. الفكرة اللي أنا اكتشفته إن في gap اللي هو gap مش طبيعية. آمم دلوقتي مثلًا هاقول لك بالأرقام مثلًا، دلوقتي لو في streamer اشتغل معايا والله الفيديو ب$20 ماشي. بعديها بسنة الفيديو أنا باعمله له ب80 حرفيًا ليه؟ اللي هو الفيديوهات اتطوّرت نايزر حاجات شبه بتاعة نايزر اوكي. وأنا نطيت من 15 ل50 مهم. مش عارف إيه، أنا لو كنت رفضت ال15 وارفض ال10 وهارفض ال5 أنا هاجيب منين CV واجيب منين content أورّيه لناس تقيلة هاقبض منها 200 و100 و300 مهم. الواحد understandable. يب. هيضحي في الأول شويتين 3 10 مهم. اوكي. بس. يعني أنت في احنا. الأول مم. اللي قبض أرخم حبّة هم اللي في الأول، مهم. أول سنة يعتبر. أنا أول سنة بالنسبة لي كانت fun فكانت بسبب الرفاهية، مهم. فما حسيتش بيها.
بس هي أول سنة فعلًا أصعب سنة، لإن هيكون وراك التزامات وبتاع. يب. وانت بتراي يعني بتتراي حاجة ممكن تنجح وممكن تفشل. بالضبط. مم. وخد بالك في حاجة برضو هضيفها ليك. مش يعني يعني اسمها ايه، مش كل مجال لكل الناس يعني. في حد يقدر يعمل كونتنت وفي حد ما يقدرش. في حد يقدر يعمل اديت وحد ما يقدرش، فهي دي نقطة مهمة قوي. ما بالضبط، ما هو أنت اها. لو أنت شايف نَفْسك في الediting فاهم، you should stop إمتى؟ اللي هو لو أنت فيديوهاتك كلّها وِحشة وأنت التغذية البصرية عندك في الضياع، أنت ما عندكش الصبر إنك تتفرج على streamer مثلًا لمدة ساعات عشان تجيب منه أحسن فيديوهات، في مهم. حاجات كده. يعني أنا مثلًا باكره الmotions كره العمى، اوكي. ما أعتقدش إن أنا هاطلع motion graphic الصراحة في يوم من الأيام فاهم، هي دي الفكرة. بس انت محتاجة عشان تطفي أنا حاجات بس محتاجة آه. بس أنا باتكلم عامةً، مهم. هل هاطلع animator؟ لأ، لا يب. مش ليّا، مش حابب الحوار. مهم. حتى مع إن الanimators حاليًا الsalary بتاعتهم 10x الsalary بتاعتي. مهم. مهم. كفلوس، يب. بس ده أنا شايفها مش شايفها ليه؟ مهم. الsoftware developers أنا مش بتاع كل يوم أقعد أذاكر لي 500 تكنولوجي جديدة ومش عارف، واقعد مع إن افيكس الsalary ايرورز. بتاعتهم بالضبط يب يب. حرفيًا الsalary بتاعتهم 100x الsalary بتاعتي، بس اه. مش ليّا، مش أنا يا جدعان. اه. واللي هي برضه preferences اللي هو أنت حابب المجال والّا لأ؟ لإن مهم. أنت حابب المجال. كان في فيديو أنا مشيّره بتاع المراجع الشجاع، مهم. بيقول أنت حابب فيديوهات اليوتيوب ليه؟ لو أنت داخل عشان فلوس ما تكمّلش. لإن فيديوهات اليوتيوب عامةً حُب يب أكتر من فلوس، يب يب يب. بعد كده ممكن تقلب بفلوس، عادي. بس الأول لازم الpassion بتاع الحُب ده في الأول. اوكي. طيب ده لو حد آه يعني هو هيجرب في المجال وهو اوريدي فاضي. لو حد بيفكر ياخد الموضوع ده كسايد جوب وان هو لسه هيبدأ فيه. بلاش، end أصله end of the text. والله أصل الفكرة الموضوع بياخد وقت كتير أوي. أنت لا imagine دلوقتي إنك في streamer باعت لك جيمين ليج مثلًا، كل جيم مثلًا ساعة إلا ربع، فأنت اوكي. عشان تقطّعه ساعة إلا ربع قُل double الtime أو مثلًا 1.5 الtime، فأنت الساعة إلا ربع دي مثلًا هتبقى تقلب معاك لساعة وربع. ماشي. ساعة وربع أنت بتقطّع بس البتاع، هتمنتج الفيديو في قد إيه؟ 4، 5 ساعات. طب وأنت بتقول أنت عايز دي side job 4، 5 ساعات والjob بتاعتك وplus أنت محتاج تغذية بصرية، أنت عشان تطلّع الفيديو كويس أنت محتاج تغذية بصرية وبرضه تعديلات الفيديو، فاللي هو الموضوع كتير فشخ على إنه يكون side job. أنا مش شايف إن editing ينفع side job. مهم. ينفع side job في حالة واحدة، أنت الcontent creator أنت اللي بتedit أنت اللي بتصوّر، مهم. فأنت بالتالي مضطر تمنتج، لأنها اوكي. في الميعاد الsequence بتاعك اللي هو عليها الدور. إنما يب. ما تعمليش الفيديو editing معاه مثلًا بيشغّل الصبح UI UX مثلًا. اوكي. طيب مع ذكر التغذية البصرية كتير، انت ذكرتها في اخر 5 دقايق بتاع 20 30 مرة. ماشي. التغذية البصرية ايه اهميتها؟ ماشي بشكل كبير. وايه اعمل تغذية بصرية منين؟ في يعني في مجال، يعني اعرف منين لو انا في المجال ده اعمل تغذية بصرية من الحتة الفلانية كذا. التغذية البصرية منين؟ اليوتيوب ده كنز، مهم. كنز. ازاي شوف الاقي كل حاجة تبع حاجة؟ اليوتيوب. ازاي الاقي حاجة على أنت اليوتيوب؟ عايز streamers ماشي. عندك مثلًا Reddit الcommunity هناك تحفة، إنك لو سألت إنك محتاج الناس هناك مثلًا بتعرف تمنتج، أنت لو سألت بس كده هيجيبوا لك أكتر من 15، 20 streamer الeditors بتوعهم جامدين فشخ. مهم. ريدت. دي أول حاجة. مهم. ده من ناحية الedit. مم. اليوتيوب برضه زي ما باقول لك أنت خُش في كل مجالات اليوتيوب، أنت عندك مثلًا إن كون إن أنا باتفرج فيديو عن دحّيح ممكن يساعدني في فيديو الwrite، مهم. طريقة السرد ماشية إزاي مش عارف إيه، كون إن أنا اتفرجت في فيديو لإسبيتاليا ممكن يساعدني في فيديو الgamer girl. مهم. طريقة رمي إفيه أو حاجة، كون إن أنا اتفرّجت مثلًا فيديو الElden Ring هنا، ممكن يساعدني في فيديو الRed Bull هنا. مهم. فكونك طول ما أنت بتتفرّج أنت عمّال كده. ومشكلة الvideo editors إن هُم ما بيتفرّجوش بس ويستمتعوا بالفيديو، هُم حرفيًا بيحلّلوا كل حاجة اللي هو
الخطاية دي أعملها إزاي، مش مم. عارف إيه. طب أنا لو أنا بامنتج أنا هاعرف أعمل دي، فاهم؟ طب اكتب دي هنا فدي عشان ما انساهاش. اكتب الفكرة دي، بالضبط، ايوه. أنا عندي نوت باد والله العظيم أهي، هوملاندر ميم ومش عارف، فاهم؟ هي حاجات كده كتير. اوكي. فهي أنت طول ما أنت قاعد اللي هو والله الsound effect ده اتعمل ليه هنا، ومش عارف إيه، في كذا حاجة وواحدة بواحدة أنت هتحس ده فارق معاك أوي في style الفيديوهات بتاعتك في الcuts بس عامةً. مهم. اللي هو أنت بتتفرّج على فيديو 10 دقايق، أنت ما ملّيتش مثلًا في النُص، فأنت اللي هو ليه بقى ما ملّيتش في النُص، والله سايب الحتت مثلًا بتاعة الfarming مثلًا، مم. راجل بsplit bush وما فيش حاجة بتحصل في الmap، الحاجة دي باقطّعها في الediting، تمام. فبالتالي باينة في الفيديو كويس. مم. أنا لو جيت أمنتج وسِبتها، أنا هاحس إن في غلط عندي، مهم. ليه ما باعملش تغذية بصرية مثلًا، فبالتالي أنا مش عارف إن دي المفروض تتشال، مهم. ف بس. فبكل بساطة انت محتاج تتفرج كتير عشان يبقى أوي، عندك فيجن، أوي. فيجن كويسة للمنتج وتتفرّج على اليوتيوب النهائي مش بتاع تيك توك. الفيديو. ايوه يا اسطى، بمناسبة الموضوع ده يا جدعان، احنا اكتر حاجة بنكرهها في حياتنا ال ال الvertical video. يعني الشكل ده طيب بالنسبة لنا حاجة قذرة جدا. يا نهار أسود! ف رعب. ايوه. طيب ماشي، نصيحة عامة للفيديو اديتورز بقى عموما بكل الليفلز، ما تحطش اتمنى تكون النصيحة دي ليها جانبين، جانب مادي لان هو السوق بقى زي الزفت، وجانب آه. معنوي عموما يعني بقى. والله الجانب المادي إن أنا شايف إنك ما تسترخصش أو ما تبخلش بأي أي equipment أنت شايف إن هي هتساعدك قدّام. معناها مثلًا أنا لمّا احتجت video editor freelance أول حاجة قال لي باقة النت مش هتكفي، مهم. وزي ما قُلت لك حرفيًا باقة النت كان الفيديو حرفيًا كان 10x باقة النت، اللي هو كان فيديو ب2000 جنيه. مم. هيكفر باقة النت ب200 جنيه، وباقة النت ب200 جنيه، فأنت لو كنت دفعت معاك ساعتها واشتغلت على الفيديو، يا عم كان 1800 جنيه، وساعتها فعلًا كنت ممكن أدّيك 2200 أقول لك باقة النت، بس كونك قفلتني من الأول باقة النت مش هتكفي، ويعني أنت عايز تفهمني إنك معاكش 200 جنيه، فالموضوع كان weird أوي بصراحة، دي أول حاجة. ما تبخلش برضه في الequipments بتاعة الPC بتاعك. كارت شاشة وبروسيسور ومش عارف إيه، حاول تستثمر فيهم، حاول دايمًا مش هاقول لك تجيب أعلى حاجة اللي هو ما تجيبش حاجة overkill، بس هات حاجة بحيث لو جالك فيديو تقيل. أنا كنت باعاني مع Riot أول ما ابتدوا الشغل معايا، بسبب إن الفيديوهات كلها كانت 4K وأنا الجهاز بتاعي انا كان حاليا 1060 انا حاليا برفض 1660 شغل لان انا لسه البي سي عامل سكادجول، انا لسه هابجريد، فانا في فيديوهات ما هو ده برفضها بالضبط بالكليه. انا مش هقدر فاللي هندلها. هو يعني أنا عندي في Riot أنا بجد استلفت عشان أعرف upgrade الPC يب، حضرت الموضوع وما ده. كنتش عايز. حضر. فاللي اوكي. هو ما تبخلش خالص، وسبحان الله شغل Riot لحد دلوقتي ماشي الحمد لله. الحمد لله. شغل وبعديها جه شغل Red Bull اللي هو أتقل من شغل Riot 200x ككاميرات، يعني فالحمد شغل Red Bull لله. بتعمل كاميرات 4K يب. على نفس الtimeline. بينهار آآ بينهار. بالضبط، بالضبط والله. فاللي اوكي. هو لولا إن أنا عملت upgrade الأولاني ما كنتش ما هقدر كانش ده هندله. التاني وبرضه الclient برضه بيحتاج اللي يريحه، اللي هو ما توجعش دماغي، خد الفيديو حاول تخلّصه، بحبش ما الكومنتس بتوجعش دماغك. كتيرة. اللي هو والله أنا مش عارف إيه، وبُص أنا معلش أنا مش هاعرف أعمل ده النهارده، update الclient بس إمم. بنقطة اللي هي أنت دلوقتي أنا باعت لك مثلًا فيديو، في حاجة في logo مثلًا طالع هنا وأنا مش عايزه يظهر، اهم. ما تقعدش الحوار سهل، لو سرِّشت عليه وحليته الحوار سهل، إمم. ما تقعدش تعقّد لي الدنيا، اهم. اهم. فاهم؟ لإن فاهم بعد كده بيحس إن الدنيا سلسة طول ما الclient مرتاح خلاص الدنيا زي الفل. طول ما انا مبسوط دي منك، اصل في حاجه صح في الحته دي، طول ما انا مبسوط منك انت مش معرض للاستبدال عموما. بالضبط، أيوة. بالضبط والله. يب. يعني سواء ماديا، لو انا مبسوط منك ماديا ان انت مش طالب حاجه خياليه، حاجه على قد امكانياتي، وده نقدر نعمله اتاتش باللي احنا قلناه من شويه، ان انت ما تبقاش داخل على فريق
انت محتاج منه فلوس كتير فشخ وهو مش قادر يقفرتها. حتى لو قبل في الاول، فات وانس هو لقى حد كويس بكده اهو بسعر احسن، هيخلق على طول. اصل هي بيزنس يعني، انا مش ما فكرة. بالضبط، في الأول وفي الآخر أنت معرّض يعني حتى أنا سامعني مخلّيها cover عنده مهم. doesn't matter how you good you are, you can always be replaceable. ريبليست. اوكي. فبس خليك مريح. تكملة لكلامك، خليك مريح يعني، اوفر اول يعني. اوكي. طيب حابب تقول حاجة تاني في الموضوع بتاع الماديات او الحاجة الدنيا لأ المادية؟ بصراحة، حاجة لأ معنوية؟ ما تبقاش آه، آآ معنويًا ما أعرفش بصراحة، لإني باقع في نفس الغلط، اللي هو كل شوية اللي هو أنا باجيت overburn، م. فاللي هو باجيت burn out كتير يعني، كتير أوي، فاللي هو دي أنا اللي محتاج والله نصيحة، نصحني أنت لو سمحت. هو موضوع الموضوع المعنوي، طالما انا بعمل جوب، بعمل حاجة انا جاي لي منها فلوس، فكفى يعني. بجد والله. يعني الفلوس مش كل حاجة، دي حقيقة. بس اوريدي انا في حاجات كتير مش توفر لي لو انا مش قادر اجيب فلوس، خاصة لو انا عايش لايف ستايل معين. يعني خلينا نعتبر مثلا، وده اللي هنخش فيه التوبيك الجاي. انت دلوقتي متطلباتك عشان تكمل في الجيم سين، فانت ما قدرتش تافورت السين ده، مش هتروح الجيم. ودي حاجة بتفرق معاك جدا، سواء صحيا، سواء معنويا. ما انا بروح افش غلي يبقى كده اهو. فبس فكرة ان انت بتبرن اوت، انا متفهم ان انت مش عايز اوفرلود يور سيلف وكل حاجة. بس في الاول وفي الاخر اتس يور جوب. لو يعني دي وظيفتك ودي مسؤولياتك، ما حدش هيعملها غيرك. تحس ان ده حاجة لود، بس هي حاجة بالراحة هو شغل، صح. هي دي حاجه صح. شغل. يعني انا لو ما عملتش كده، فانا مثلا انا عايز اجيب عربيه معينه، فمش عارف اجيبها انا عايز اجيبها، ما بالضبط، انبسط فشخ شوف لما جول، اجيبها. آه، فبس الجول بتاعك. فكيب جوينج. يعني هو الموضوع معنويا ده، انت بس خليك دايما مركز. اول حاجه ان انت مسؤوليتك محدش هيعملها غيرك. تاني حاجه، انت حاطط قدام عينك انا بعمل ده ليه اصلا. انا بعمل ده ليه؟ انا مثلا عايز ابقى عندي حياه كريمه، عاوز مستقبلا طبعا عشان في شباب كتير صغيره، عايز لما ابني اسره. فانا مش عايز ولادي، اصل احنا برضو الجيل بتاعنا معظمنا شفنا يعني فليب ابس اند داونز رهيبه في موضوع الفلوس ده. فانا مش عايز ابني، طبعا هي كل حاجه بايد ربنا، بس انا عاوز بقدر المستطاع يكون في استقرار مادي في الموضوع ده. بالضبط. فبس. طيب هو اخر حاجه حابين نتكلم فيها. آه، انت قلت ان انت كنت 140 كيلو. اوكي. يو 193.5. يو تيرند اوت دلوقتي انت بقيت تحت ال 100 بشويه حلوين يعني. 98. يب. which is nice. إمم. الموضوع ده جه معاك ازاي؟ يعني انا عايز اخس. عايز honestly أنت فاهم you're مش عارف بس الموضوع عامةً اللي هو أنت عارف الثقة في نَفْسك بتبقى شِبه زيرو اوكي. كشكل، ك مم. مش ككل حاجة، آآ كمظهر عموما. يب. كمظهر، كلبس، أنت مش عارف تلبس، أنت مش عارف تلبس، أنت مش عارف في بنت هتموت وتكلمها برضه مش واثق من نَفْسها، ليه تبُص لك اوكي. في مليون حاجة. مهم. وكان العائق الش ال 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 اللي بيكون العائق كان بيكون ال الش ال ال الوزن، اوكي. كلبس، ككل حاجة، فاللي هو ساعتها أنا بجد اللي هو ابتديت أتضايق من نَفْسي، اللي هو ليه؟ ليه الواحد يعمل في نَفْسه كده بصراحة؟ مهم. وأنا واحد أنا لحد دلوقتي الواحد بيعشق الأكل، اللي هو بيعشقه. أنا مثلًا لمّا دلوقتي مثلًا متضايق، ما يالّا ساندوتش شاورما ومش عارف إيه، يا باشا فريد وبمين يا وخصوص باشا. بالضبط، اللي هو الواحد الحوار كان سهل كأكل، وفي نفس الوقت مش عارف أقول لك، بس هي علاقة أكل ديّة اللي هو علاقة toxic انا زي ما بيقولوا. خالص لا، بالعكس، دي اكتر علاقه في الدنيا
جميلة. انا ماشي، باكل جميلة، وبنبسط، النتائج بس هي حبيبي التبعيات، ما هو لا بالراحة في بعد حاجة، كده لا لا بعد لا كده لا لا، بص بعد عشان ما بس تاكل إيه عشان اللي ما بقى؟ نجيبهاش بس في الاكل، الله يكرمك يعني، فاهمني؟ لأ، ما إحنا بنزوّد عن الطبيعي، هي دي الفكرة، بنزود أنت عايز تاني احنا قاعدين، ماشي فبس ما دي عندك side effect بنت كلب بسبب القعدة. فبالظبط، ف... فهو مش الاكل، عشان بس معلش، اصل انا ما هو مش أنت برضه أنت ما بتتحركش، أنا ما باتحركش، الواحد ما كانش بيتحرك، اوكي. فطبيعي آكل وأحب فاهم يملى، 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 بقينا يملى، يملى. بلالين، ايوه ايوه ايوه. بالضبط، فاللي هو طب ليه ومش ليه ومش عارف إيه، فبدأت على تانية كُلّية كده أواخر تانية كُلّية، مهم. اللي هو تانية، تالتة كُلّية، أبتدي في الحوار. أنت عارف أول push تبقى جميلة بصراحة، اللي هو شغف واوعى، ورياضة ودايت ودايت. يعني اللي هو اللي هو خسيت، يعني في أول push دي أنا خسيت بتاع 8 كيلو، بس إن أنا كنت 138 امم فطبيعي الصراحة أخس 8 كأول أسبوع. امم آآ ماشي عايز تاني، ماشي عايز تاني، ماشي عايز تاني. الموضوع محتاج أكتر حاجة استمرارية أكتر من إنك مثلًا اللي هو أنت دلوقتي مثلًا هتروح الgym النهارده اوكي. مثلًا، هتلعب لك تمرينة 3 ساعات، مهم. هتيجي متدمّر، أنت كده خلاص جامد فشخ واتدمّرت. مهم. تيجي بكرة مش قادر، بعده مش قادر، بعده مش قادر، بعد كده تتمرّن 3 ساعات. مهم. ده أوحش. الأحلى بقى إنك بس تتمرّن كل يوم ساعة. مهم. الحوار ده الواحد فرق معاه بطريقة مش طبيعية. إن الواحد خفيفة، حاجة خفيفة، مهم. مش باقول لك هتروح تشيل لك دمبل 2 كيلو، ايوه. بس الفكرة في إنك حاجة خفيفة بس تستمر معاك. يب. وحوار الأكل ده أنا باقول لك أنا لحد دلوقتي ساعات نِفْسي بتهفني بابقى بوظ نِفْسي أطلب لي الدنيا حاجة، خالص، بابقى نِفْسي بس الفكرة إن بسبب الgym بصراحة، وبسبب الواحد برضه مش عايز يوصل لمرحلة إن هو بسبب شغله خلاص ضهره. امم أنا كنت وصلت لمرحلة بعد ما اتخرّجت ما كنتش اشتريت لسه كرسي. مهم. أنا بعد ما اتخرّجت وساعتها كنت قاطع الgym شوية، اللي هو ضهري مش قادر أطلع بيه السلم. امم أنا معلش انا كنت لسه بكلمك على ايه امبارح اللي ما خلانيش اجي اصلا، رقبتي كانت اوعى. عشان كده. اه. ف فأنا باقول لك طَب أنا ليه؟ أنا لسه 22 سَنة صباح الفل. مم. وبصراحة الواحد برضه إيه، بيشوف الناس ما شاء الله يعني مثلًا في الكُلّية في مش عارف الناس ما شاء الله أجسامها مم. كويسة، ناس بتروح وتيجي والصحة ومش أنا ليه مش كده؟ وفي لبس كتير أوي بابقى نِفْسي ألبسه، ليه برضه أنا مش عارف آخُد حاجة. مهم. ف فالواحد لأ ما ابتديت الصراحة أنتظم. يمكن بعد ما اتخرّجت الحوار ابتدى معايا أوي بقى، اللي هو يعني بعد ما اتخرّجت أنا كنت بتاع 115، 118 كيلو. مهم. الواحد لأ خلاص بقى أنا دلوقتي ما وراييش حاجة غير شغل وgym. طَب أنا أعمل إيه بالظبط، تاني؟ ما you فيش good حاجة. time، يعني جالك وقت فاضي فيلا ودي. بالضبط باحاول لحد دلوقتي باحاول ما أجيش حاجة على حساب حاجة، مهم. اللي هو إن اتطلب منّي شغل زيادة فكنسل الgym. مهم. أصل هي في بالي كده، أنا لو بقيت بصحة وحشة أنا مش هاعرف أشتغل، ولو مش هاعرف أشتغل ما فيش فلوس. مم. طب ما ساعة الgym دي هي هتفرق في حاجات كتير أوي. ايوه. أنا مش من نوع يا اسطى طبيعي يكسب، ويا اسطى بُص الباي يا اسطى بُص مم. أنا مش بتاع اوكي. ده. اوكي. أنا بجد الناس دول أنا باكرههم كره العمى. اوكي. بس أنا باتكلم اللي هو at least أنت بتعمل حاجة بعيدة عن الPC، مهم. وفي نفس الوقت بتفيد صحتك لقدّام. بتفيد صحتك يا. وبعد كده الثقة بنفسك بتزيد بطريقة مش طبيعية. مم. حوار الثقة بالنفس ده فعلًا آآ بتحس بقى إنك مثلًا يعني حاجة المفروض ما أقولهاش، بس هي فعلًا حقيقية بتبقى مقبول في المجتمع أكتر بكتير، بكتير أوي، أوي، مم. أوي، أوي، أوي كمان مرّة. اوكي. تبقى تبقى فرصك في كل حاجة بمعنى كل حاجة أعلى، يعني مثلًا داخل تصاحب على واحد ومش عارف إيه، جاي تتصاحب على واحدة ومش عارف إيه، يا ما حتى أنا مش عايز أضطرك والله الحتّة دي، ما بس تدخلنيش انت صاحب واحدة. مش يا عم جاي لحاجة، داخل تخطب، قول لي داخل باتكلم بس تخطب. عامةً يا عم اوكي. داخل تخطب فرصتك أعلى. مم. آآ أنا برضه هارجع وأقول إن الناس برضه بالشخصيات مش بالأوزان.
بس أنت الم- بينك وبين نفسك هو كشكل الموضوع ليه جنبين. الحتة نفسي دي انت اول حاجة انت بتقول ثقتك زادت في نفسك، فده بيخليك بطريقة ان مش انت طبيعية. قشطة، انا مقبل ان انا ادوس. تمام. بالضبط، أنا والجانب دلوقتي كمل كمل. مثلًا في بنت أُعجبت بيها مثلًا، فاللي اوكي. هو أنا دلوقتي ثقتي أو أنا تخين ما كانش نفس ثقتي وأنا رفيع أو أنا كويس يعني، مم. فاللي هو طَب دلوقتي مثلًا أنا هاقدر والله أتكلّم، زمان مش هاقدر، مهم. مع إن سبحان الله أنا مقتنع إن الناس شخصيات مش أشكال، بس هي still هي ثقتك بينك وبين نفسك، لا وزائد أكتر ولا أقل. انا مش هننفي احنا مش قاعدين في المدينة الفاضلة. في نسبة مظاهر ان يعني الانطباع الاول بتاعك بيفرق اكيد، فانا ده فاهم، true، انا ده true متفهمك، والله. يعني لا انفي يعني ان اكيد في ناس بتبص للمظاهر بشكل كبير، فقشطة يعني تمام. ما أنا باقول لك أهو أنا يعني حاجة أنا مش هانكر بصراحة، بس يعني كناس زايدة في الأوزان ومش عارف إيه وبتاع، فاللي هو مع إن في ناس منهم عسل، بس كمجتمعيًا لأ، أو كسطحيًا الناس مش هتتقبّل اللي هو ي أنا مش عارف أشرحها بصراحة، لإن أنا كنت في موقف مثلًا اللي هو كنت باتجنن من كل حاجة، مش عشان الشكل، بس أنا ساعتها مش عارف تقبل مش عارف ده المجتمع او كان تقبل الناس. مش عارف ده كان timing مش عارف ده كان timing والّا ده كان اللي هو bad luck زي ما بيقولوا، مم. بس هي فعلًا اللي هو كون إن أنا أتخيل اللي هو لأ الشاب إن عندي فرص مش طبيعية من كل النواحي، هو وبرضه مم. كونك مش واثق في نفسك دي حاجة كانت وحشة أوي، وحشة أوي، 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 مم. مم. يعني أنا في أول لأ، يعني كون إن أنا واثق من نفسي دلوقتي وعارف أنا مين، وعارف أنا مش عارف إيه وبتاع، أحسن من إن أنا اللي هو لأ أنا في insecurities حوالين جسمي، اللي هو لأ طبعا انت عارفني في مش كده. موضوع الانسكيورتيز ده. بس انا متفهمك جدا. فلأ كانت فرقت أوي، فاللي هو طَب أنا ليه أعمل في نفسي كده؟ وبعدين يا عم خلّيني واحدة، واحدة، جرّبت أنظمة كتير أوي، 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 فاللي هو لأ الواحد لمّا برضه الحق يتقال في مهم. أول push ديّة وبعد كده تلاقي التيشيرت اللي أنت بتلبسه مثلًا من 5X بقيت بتلبس مثلًا X والّا large مم. ديّة حاجة تانية، ايوه. كونك داخل أي محل أنت عارف مقاسك هتلاقيه. مم. عارف تطقم كده وبتاع، إنما ما عُدتش محجوم بمقاسات مم. الover size تبقى slim fit عليك، اوكي 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 اوكي. فلأ كانت بتفرق أوي، بتفرق أوي، وكونك برضه عندك صحة تعمل حاجة، تروح يمين، تلعب، تعيش حرك. الحياة زي ما بيقولوا، يب يب يب. تعيش الحياة، مم. فاهم؟ اللي هو لأ في جانب أنت خفيه أوي، أنت قاعد قدّام PC أنا واحد ما باقومش من على الPC by the way، مم. بس كونك برضه لو خرجت لأ الدنيا قشطة. فاهم؟ مهم. لأ زمان لو خرجت أنا عايز أرجع للPC بتاعي، ليه؟ اه أنا عندي insecurities بالعبيط هناك. انا مش قادر اواجه المجتمع ده. بالضبط، اوكي. مم. ليه؟ لا. عشان مش واثق من نفسي بصراحة، لا لمّا فاهم. نكون شلة قاعدين ومش عارف إيه، لأ أنا مم. أنا الوحيد اللي الكرسي طالع يعني معلش رجلي طالعة من الكرسي مم. من ناحية من مم. الجنبين ومش عارف فاهمك. ايوه ايوه. الشكل، الميكروباصات عامةً لمّا كنت باركب ميكروباص ساعتها فاهم؟ اللي هو يوه! ده الراجل هياخد 2 مم. في كذا حاجة، ما هو دي بقى اللي باتكلّم عليها في المجتمع، ودي بتفشخ نفسيًا بصراحة، مهم. ب بالنسبة لي كانت بتضايق أوي، ايوه. لا انا فاهمك. أيوة. لا لا انا ف فاهمك انا فاهمك لأ، فالموضوع كان رخم، كان آه. رخم أوي. في اي يعني عشان يبقى اخر حاجة في التوبيك ده، هو اخر حاجة في الاسئلة، هل في نظام معين عملته فهو نفع فشخ معاك؟ انا عارف ان هو كل جسم بيبقى ليه طبيعة معينة والكلام ده، بس الناس بتحب تسمع الموضوع ده، اللي هو مثلا انا قمت مش عارف متبع نظام الكيتو فهو نفع مع الناس تحب كده. ففي نظام أنا معين. بصراحة اشتركت مع كوتش والله اسمه كمان مينا استنى أنا ناسي اسمه، كوتش مينا، هو مشهور المفروض يعني هابقى أدّي لك الlink بتاعه. مهم. والله بُص هو فاهم. أنا اوكي. باحب أروح لحد فاهم، فاللي هو وتسيب نفسك قُلت له بقى. بُص مم. بالضبط، هو الراجل فاهم ومش عارف إيه، مم. آآ اللي أنا اكتشفته إن هو التمرينة بتاعته مثلًا ما بتاخدش غير ساعة،
مهم. الأكل بتاعه نوعًا ما كويس، فاللي هو طب ما أجرّب. مهم. وبصراحة هو اللي نفع معايا، اللي هو هو بيقول لي مثلًا أنت الgoal بتاعك إيه؟ مهم. فاللي هو والله أنا عايز بس أخسر وزن، ويكون عندي اللي هو وزن عضل مثلًا. مهم. ماشي، فطالما أنت معاك راجل فاهم ومش عارف إيه ومستمر معاك خلاص الموضوع كويس. بس الفكرة بس في حاجة، فيك أنت، اللي هو أنت حاول تلتزم مثلًا شهر وحرفيًا هتشوف الفرق. حصل. وفي حاجة صح آآ عايز اقول لك عليها واقول للناس، فكرة الوزن، يعني فكرة ان انا كنت مثلا 100 كيلو فنزلت 90 كيلو، انا مش بقيسها ان انا نزلت 90 كيلو على قد ما انا جسمي كان عامل ازاي في المية وبقى عامل ازاي في 90. اصل انا ممكن اكون ما زودت هو عضل. أنا مم. جسمي 98، أنا مم. باقول لك جسمي 98. مم. في ناس جسمها مثلًا 90 مم. بس تحسّها أتخن منّي. ايوه مع بالظبط. باقول لك وأنا بانزل هو عشان راجل فاهم، بصراحة أنا كنت ماشي مع راجل فاهم، مم. وأنا بانزل بابني عضل في نفس الوقت، يب فاللي هو تحس إن انت بتزود الshape حاجة بيكون تاني. كويس. بالشيب، هو بالضبط. الفكرة كلها في الشيب. اوكي طيب انت حابب تقول اي يعني حاجة اخيرة في هذا اللقاء الجميل؟ لأي لأ حاجة. بصراحة والله أنا قُلت كل اللي أنا عايزه بصراحة. اوكي انبسطت. آه والله، بس صوتي راح بس قشطة يعني. فداية يا صاحبي فداية. عشان انا حبيبي. عامة انبسطت. انا بقالي شوية على فكرة انا مظبط معاك انت، والجانب التاني انا إمم. مكلم انس، بنحاول نظبط معاه بقالنا شهرين تقريبا، انس لا ما امين. شاء الله. لا فمش ما مش شاء الله. عارفة تظبط. ف يلا ربنا يسهل بقى، بس انا لازم هجيبه خير، يعني، انا مش هسيبه. يعني خير، هجيبه سلِّم هجيبه. لي عليه بس أهم حاجة، الله سلِّم لي عليه. يسلمك حاضر. فانبسطت معاك جدا واتمنى الناس تكون انبسطت. إمم. هو لو وصل الحته دي غصب عنهم هيكونوا انبسطوا، ما تسالنيش برضه بعملهم كده ليه بقى، يعني احنا اهل يعني. فاتمنى برضه الناس تكون استفادت. انا بحاول قدر المستطاع اجيب من كل مجال حد يكون فاهم. يعني اتكلمنا في مجال الشركات عموما والكلام ده كله مع الفي، اتكلمنا في اليوتيوب والستريمرز والكونتنت كريتورز مع بتاع ده من جيمنج كورنر. بعت لك الستريم بتاعه كده، واتكلمنا في الحياه عامه قبل كده بقى، بس كانش لسه ايه جبت الفيس كام اصلا. فاتمنى الناس تكون استفادت، واتمنى انت تكون انبسطت، وانا عارف ان انا خدت من وقتك كتير على فكره، يعني خدنا 3 ساعات اهو ولا تقريبا. يهمك يا عم. فاهمني، بس ان شاء الله يعني يكون في مردود تشوفه من الناس، يعني انت لما تحس ان انت فدت الناس بدل الكلام ده ما تكون كررته لكذا حد، لان انا عارف الموضوع ده بيحصل معاك. فاهمني، فدلوقتي اي حد يقول لك اي حاجه اقول له امسك انا في البودكاست ده قمت ايه بالضبط أنا هاعمل مفجرة. كده، حرفيًا هاعمل كده. فبس يعني اتمنى تكونوا انبسطتوا، و دي كانت نهاية تقريبا هنقسمه على حلقتين، فدي هتكون نهاية الحلقة التانية ان شاء الله. والسلام عليكم، قول لهم سلام يا اسطى عشان انا مش قادر ابص لهم تاني بقى.